أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون صحة وسلام يا رب. الفيديو النهاردة بتاعنا هيكون تكملة على العملات التذكارية وبعض العملات التذكارية القديمة اللي الناس يعني بتبقى متواجدة معاها ومش عارفين أسعارها ايه ولا كميات السك بتاعتها ولا عارفين أي معلومات عنها. تمام. واحب بس اوضح يا جماعة نقطة ان والله العظيم انا ساب اماكن البيع في الوصف، بس اللي انتوا هتنزلوا تبيعوا له دولت الناس التجار، الناس اللي هتشتري منك واحد تاجر، فمش هيوفيك حقك في العملة لانه عايز يكسب برضو من ورا العملة دي. اوكي، عشان بس نبقى متفقين على الحتة دي، لان الاسعار اللي انا بجيبها دي اسعار نهائية. ما معنى نهائية؟ ان انت هتروح تبيع واحد هاوي جمع العملة او هيجمع العملة ويحتفظ بيها، فهو ده السعر النهائي بتاع العملة دي من التقييمات اللي انا بلاقيها. اوكي، لكن التجار بتختلف بقى على حسب ايه العرض والطلب ما بينك انت وهو، برضو التراضي ما بينكو. شوف انت هتبيع له العملة ازاي. تمام. انت ممكن تجمع مجموعة من العملات، مثلا التذكارية دي مثلا مجموعة وليكن اللهم صل بينا على النبي الثورة، مجموعة مثلا عامل مرأة، فاهم، في كل السنين، وتنزل تبيع المجموعة دي الباكج دي كاملة، مثلا هتعمل لك سعر كويس. اوكي، والله في ناس بتتربح وتكسب من ورا العملات القديمة دي. شغل دماغك، هتعرف تكسب من التجار دول، يعني زي ما هم بيكسبوا منك انت هتعرف تكسب منهم برضو. اوكي، بس عشان بس ايه انا حبيت اوضح النقطه دي، ان برضو الناس اللي بتكلمني في البيع وكل شويه في الكومنتات فين البيع فين البيع، قلت لك انا منزل لك على في الوصف، انزل تدوس على عنوان الفيديو، هينزل لك شريط كده، هتنزل تحت هتلاقي اماكن البيع، خش روح شوف انت اقرب مكان ليك ايه وروح بيع. مش عايز يعمل الكلام ده كله، خش على الفيسبوك في جروبات، في ناس بتشتري العملات، عايزين ندور لكم على الارقام، بس في ناس بتاخد يعني زي بتقول لك ايه، بتاكل اموال الناس ما بينهم. اوكي، ارقام الناس ديت انا عارف ان هي هتظلمكم، فمش عايز انا اظلمكم وانزل لكم الارقام دي وتروحوا تقعدوا بقى تتحاسبنوا عليا، انت اللي جبت لنا الشخص ده، انت اللي عرفتنا على الشخص ده. فانا الصراحه متردد جدا بنسبه 80%، كمان بفكر ان انا مش هعمل اساسا الفكره دي. كل الفكره اللي انا ممكن اعملها ان انا هعمل ان شاء الله رقم واتس جديد، ونخش كلنا نبقى عاملين جروب كده ما بيننا وما بين بعضنا، التجار اللي حابين يخشوا. والله والعملات تتسعر قدام الناس كلها، يعني تتسعر بسعر التاجر مش بسعر التقييم النهائي للبايع، عشان بس في فرق كبير وشاسع جدا ما بين التاجر والفرق ما بين الهاوي اللي بيجمع العملة. اوكي، ده ان شاء الله هيتم عن وقت قريب جدا. الجروب الواتساب ده هيبقى ما بين اللي عايز يسألني في عملة، اللي عايز يبيع او يشتري، اللي عايز يعرض عملاته على الجروب الواتساب ده باذن واحد احد يعني. بس انا بخطط كده لقدام عشان بس ايه القوانين تبقى في الجروب واضحة، والبيع والشراء يبقى واضح، محدش يبخس حق حد، محدش ينصب على حد. اوكي، وخلونا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وتكون أول عملة معانا النهاردة العشر قروش بتاعت معاهدة السلام. دي إصدار سنة 1980 يا جماعة، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1980. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، وكمية السلك المعروف عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصر ب340 جنيه بواقع 11 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب250 جنيه بواقع 8 دولار. نخش على تاني عملة معانا النهاردة العشر قروش بتاعة الفاو، إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1980 برضو. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، وكمية السك المعروفة عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر ب280 جنيه بواقع 9 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب185 جنيه بواقع 6 دولار. خش على تالت عملة معانا النهاردة العشر قروش بتاعة الثورة التصحيحية، إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1981. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، وكمية السك المعروفة عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصر 370 جنيه بواقع 12 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب280 جنيه بواقع 9 دولار. نخش على رابع عملة معانا النهاردة العشر قروش بتاعة يوم العلماء، إصدار سنة 1981 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1981. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، وكمية السكن معروف عنها 250,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر ب250 جنيه بواقع 8 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب155 جنيه بواقع 5 دولار. ندخل بقى على خامس عملة معانا النهاردة العشر قروش بتاعة الاتحاد التجاري، إصدار سنة 1981 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1981. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6.12 جرام، لكن كمية السك غير معروفة، بسعر الأنصر ب185 جنيه بواقع 6 دولار،
وسعر الحالة الجيدة ب125 جنيه بواقع 4 دولار. خش على سادس عملة معانا النهاردة، ال10 قروش بتاعت اللي هو معهد التخطيط دوت. ايوه، معهد التخطيط القومي. هي عشان بس بتبقى مكتوبة بالانجليزي، فاهمين قصدي؟ فانا ايه، بيبقى في الانجليزي على قد شوية يعني. اصدار سنة 1985 وانتهى الاصدار بتاعها سنة 1985. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام، وكمية السك 100,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 560 جنيه بواقع 18 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب340 جنيه بواقع 11 دولار. خش على سابع عملة معانا النهاردة، ال10 قروش بتاعت مجلس الشعب، إصدار سنة 1985 وانتهى الإصدار سنة 1985. الوزن بتاعها يا جماعة أنا ملقتوش، دورت عليه مش لاقيه. كمية السك 250,000 قطعة. هتقولي طب احنا هنعرف ايه المضروبة ولا مش المضروبة؟ اقولك والله يعني انا لو معايا كنت وزنتها لك، عندي ميزان حساس في البيت وكده، كنت وزنتها لك وقلت لك وزنتها كام، بس انا والله ما اعرف، فمش عايز اقولك مثلا 6 جرام مثلا زي اللي قبليها ولا 4.5، فانا مش عايز افتي الصراحة. المهم سعر الانصر بتاعها ب250 جنيه بواقع 8 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب125 جنيه بواقع 4 دولار. نخش بقى في تامن عملة معانا النهاردة، ال10 قروش بتاعت اللي هو اللهم صل بينا على النبي نقابة التطبيقيين. دي إصدار سنة 1985 وانتهى إصدار سنة 1985. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، وكمية السك المعروفة عنها 100,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر ب435 جنيه بواقع 14 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب280 جنيه بواقع 9 دولار. نخش على 9 عملة معانا النهاردة، ال10 قروش بتاعت اللي هو بتاع المصنوعات يعني المصرية وكده. إصدار سنة 1982 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1982. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، وكمية السك غير معروفة يا جماعة، بس السعر يعني يوضح ان هي يعني مش مطلوبة اوي، ب215 جنيه بواقع 7 دولار، وسعر الحالة جيدة ب95 جنيه بواقع 3 دولار. نخش على اخر عملة معانا النهاردة، عشان والله زهقت من اصوات الحيوانات الغريبة اللي بتحصل جنبي في الشارع دي، اللي هو انا مش عارف، مش ماليش ذنب، مش عارف اسكتهم، وموتوسيكل معدي بتاع، فاعذروني بقى الفيديو انا مش لاقي وقت خالص، فبسجله الصبح والله. ال20 قرش او الريال بتاع اللي هو ووريرز داي دوت، اللي هو يوم المحاربين او يوم المحارب. إصدار سنة 1986 انتهى الإصدار بتاعها سنة 1986. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، وكمية السك 50,000 قطعة. هتقولي طب انت بتعرف الحاجات دي ازاي وانت الانجليزي بتاعك بعافية شويتين كده؟ اقولك يا باشا، أنا في حاجة ربنا خلاها لنا اسمها ترجمة جوجل، فاهمين قصدي؟ فانا بخش اخد النص اترجمه، افهم الوزن ده كمية السك، ده السعر، ده التقييم، ده مش عارف ايه، ده مصنوع من ايه، واللي راجع ورايا راجع يعني. انا يعني انا بحاول والله قدر المستطاع، عشان انتوا بس ما بتشوفوش، يعني انتوا بتشوفوا النتيجة النهائية الفيديو. انتوا لو تعرفوا انا بس تسجيلت الفيديو دي واخده مني كام ساعه، عشان الاصوات دي احاول على قد ما اقدر ان انا اتكيف معاها، والله تعذروني. المهم يعني سعر الانصر ب930 جنيه بواقع 30 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب710 جنيه بواقع 23 دولار. وفي نهاية الفيديو حابب يا جماعة والله اقول لكم يعني اللايك ده والكومنت الحلو منك والله هما اللي بيفرقوا معايا، بيخلوني اعمل فيديوهات. يعني انا مشغول اليومين دول جامد، وعارف ان انا مقصر في الفيديوهات، بس سامحوني يعني. زي ما انتوا شايفين حتى حاولت اسجل الصبح ما فيش، فاهمين قصدي؟ والمايك مثلا اللي معايا ده بعافية برضه. فالفكرة اللي هو ايه، ما بيلغيش الاصوات كلها بتطلع، سواء طيور سواء موتوسيكل معدي او توك توك مثلا بيشغل وانا في وسط كلامي، فده اللي مثلا بيخليك انا مش مسجل الفيديو، فتقوم قافل وزهقان بقى، ما انت عمال تعيد وتكرر، فاهمين قصدي؟ المهم يعني يا جماعه اللايك والتعليق بتاعك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.